لو لسه عايش على حاجة راحت منك، فانت غالبا بتضيع حاجة أهم جاية في طريقك. أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. كان في شاب عايش جزء كبير جدا من حياته جوه دماغه، مش في الواقع. كل مرة بيفشل أو حاجة ما تمشيش زي ما كان عايز، كان بيرجع لنقطة واحدة: لو كنت اخترت غير كده كان زماني في مكان تاني. الماضي بالنسبة له ما كانش مجرد ذكر، كان سجن بيعيد نفس الجملة كل يوم. في يوم من الأيام وهو بيألف في كتاب اسمه الأب الغني والأب الفقير، وقف عند جملة بتقول: الناس الأغنياء بيركزوا على الفرص، إنما الفقراء بيركزوا على القيود. الجملة خبطته، كأنه لأول مرة بيشوف نفسه من بره، بس بره ما تغيرش على طول، لسه بيرجع لنفس الدايرة. يا ريت، لو كنت، كان المفروض. لحد ما قرأ في كتاب دع القلق وابدأ الحياة جملة بتقول: الحياة تصبح لا تطاق عندما نعيشها بين ندم الماضي وخوف المستقبل. ساعتها حصل فرق بسيط بس حقيقي جدا. بدأ يسأل نفسه: هو أنا عايش دلوقتي ولا عايش جوه اللي فات؟ بدأ يلاحظ إن كل ما يفضل يبص لورا، كل ما الفرص اللي قدامه بتعدي من غير ما ياخد باله. فرصة شغل بسيطة رفضها، فرصة تعلم تجاهلها، وناس كان ممكن تفتح له طريق جديد سابها ومشي. في لحظة صدق مع نفسه قال: هو أنا مستني إيه؟ أرجع اللي راح؟ ومن هنا قرر يبدأ يغير اتجاهه، مش حياته بس لكن تفكيره. أي حاجة صغيرة بقت بالنسبة له بداية، مش أقل من اللي فات. بعد فترة الحياة بدأت تتغير فعلا، مش مرة واحدة لكن خطوة خطوة. شغل بسيط، خبرة، فرصة أكبر، طريق جديد. وفي مرة وهو بيتكلم مع نفسه قال: أنا كنت فاكر إن خسارتي كانت في الماضي، لكن الحقيقة إن خسارتي كانت إني كنت واقف مكاني. هو زي ما قال مؤلف كتاب الخيميائي: عندما تسعى وراء حلمك فإن الكون كله يتآمر لمساعدتك، لكن لابد أن تتحرك. الخلاصة: مش كل فرصة راحت كانت خيرك، ومش كل باب اتقفل كان نهاية، بس المؤكد إنك لو فضلت تبص لورا هتخسر اللي قدامك حتى قبل ما يجي. في النهاية الماضي درس، مش مكان نعيش فيه. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.